حارس مرمى الجمعية الرياضية الشلفية ميتجاديل يرسل الكرة في وسط الميدان، والكرة تذهب للاعبي شبيبة القبائل، وبوجود الصافرة التشكيلة الأساسية لأسود جرجرة شبيبة القبائل الكناري بسيادة عبد الحق بن شيخة، الكوتشينج التدريبي للجي اس كا، والتي تتجلى عبر حارس المرمى حديدة، في البقية معمري، ثم كذلك مدني، دريس بن زايد، كانوطي، عمريشة، كسيل ابو عليا، بن داود، وطرق، ورياض بودبوز، بنك الاحتياط بالرابح، فارس نشاط، مقدم مسيليسا نزله، ثم كذلك اخريب، مطلة، ادم، رجم، عجوطة، ثم كذلك بركان شبيبة القبائل الذي فاز بالبطولة الجزائرية المحترفة عبر التاريخ 14 مرة، وجمعية أولمبي شلف الذي فاز في مرة واحدة للقب الدوري الجزائري. أكيد بأن شبيبة القبائل برصيد 14 لقبا، شباب بالوزداد ب10 ألقاب، اتحاد العاصمة، مولودية الجزائر، وفاق سطيف ب8 ألقاب. حديد حارس مرمى شبيبة القبائل يرسل الكرة على الناحية الدفاعية لفائدة الجياسكا، مراوغة وكذلك المخالفة لفائدة شبيبة القبائل.